مساء الفل. اخباركم ايه؟ طبعا وسام ابو علي خلاص رسمي في الاهلي لغايه 2027. خلاص الموضوع انتهى مع وسام ابو علي، والاعلان هيكون بكره او بعده بالكتير قوي مع عمر كمال عبد الواحد. الكلام بقى، ايه رايك في المهاجم ده؟ طب إيه النظام؟ والله انا شايف ان الصفقه دي مش واو، مش المهاجم السوبر يعني. بمعنى أصح، الأهلي خزينته انتعشت ب50 مليون يورو بسبب مشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا. تمام. غير 1,700,000 دولار من المشاركة في الدوري الأفريقي واللعب في نص النهائي. تمام. غير المكافآت بتاعة دوري أبطال أفريقيا السنة اللي فاتت. غير بيع أكتر من لاعب الموسم اللي فات. يعني الخزينة منتعشة. غير طبعا موضوع كاس السوبر اللي حصل في السعودية. طيب، ليه الأهلي بص على وسام أبو علي؟ طب أنت عندك لعيبة أجانب كتير. يعني السي في بتاع وسام أبو علي لا يليق بحجم النادي الأهلي. لا يليق بالاهلي تماما. اتمنى اكون مخطئ في الموضوع ده ويكسر الدنيا، اتمنى. مفيش حد بيحب الاهلي لازم اللعيبه بتاعته تكون سوبر بالمعنى الكلمه. تمام. انت عندك فلوس وعندك عمله صعبه وخزينتك منتعشه. طيب ليه ما بصيتش لمحمد كونيتيه اللي هيبدع الدنيا في كاس الافريقيه في كوتيفوار يعني بعد كذا يوم؟ ما فكرتش ليه في موليكا؟ النادي بتاعه عايز 4 مليون، ليه ما فكرتش في ده؟ طيب نيجي نحسبها كده. انت دفعت المودست 1,700,000، ولو فسخت عقده هتخسر كتير. ودلوقتي اتعاقدت مع وسام ابو علي ب2 مليون تقريبا. طب ليه ما جمعتش ليه الفلوس دي كلها على بعضها وجبت مهاجم سوبر يطلع نار من بقه، يجيب جون من ربع فرصة؟ اتمنى اكون مخطئ مع وسام ابو علي ويكسر الدنيا. طيب، انت عندك لعيبة محلية احسن منه، وجهة نظر الشخصية. يعني احمد امين اوفا، لعيب ده مبدع. يعني انا شايفه انه هو نسخة مصغرة من مصطفى محمد. كولر هيعرف يطوره كويس. وطبعا ريني فايلر عايزه بالاسم. يعني لما فايلر عايزه بالاسم، هو شايف ان هو مهاجم متكامل. مروان حمدي بعد ما بصق على جمهور المصري تف عليه يعني. وطبعا إدارة المصري يعني مش استغنت عن خدماته، جمدت اللاعب تماما. وطبعا إدارة المصري ما عندهاش أصلا أي مانع يعني الأهلي يدخل في المفاوضات. لكن طبعا إدارة الأهلي عندها حساسية بسبب ما ينفعش نتعامل مع إدارة المصري تماما بعد اللي حصل في 2012. هو قال يعني إدارة الأهلي قالت لمروان حمدي افسخ تعاقدك مع إدارة المصري بالتراضي وهنعرف نجيبك النادي الأهلي. ده الاتفاق بين المهندس عادل القيعي وبين اللاعب مروان حمدي. ده اللاعب المحلي. أنا شايف إن أحمد أمين أوفا ومروان حمدي في الصورة عشان كولر طلب مهاجم أجنبي ومهاجم محلي. أحمد ياسر ريان بره الصورة حاليا. ده الكلام. محمد حمدي لاعب انبي داخل الصورة، لكن المهندس ايمن الشريعي قال ان هو في كلام انه هيسافر البرتغال احتراف. لسه الكواليس كلها لسه ما جاتش، بس هو ده كلام ايمن الشريعي عشان مثلا عايز يعلي البضاعة بتاعته. طبعا المهندس ايمن الشريعي قالها نصا: مفيش احسن من الاهلي اعرف اتعاقد معاه. بالمعنى البلدي ان الاهلي هو اللي بيدفع فلوس كتيره، لازم يعلي بضاعته. طبعا ايمن الشريعي لازم يعلي بضاعته زي اوفا او محمد حمدي احسن باك شمال محلي في مصر، احسن من احمد فتوح شخصيا. يعني لو خيروه من احمد فتوح ومحمد حمدي لاعب انبي، لا انا اختار محمد حمدي. اصغر من احمد فتوح ولاعب احسن وجوكر، بيلعب وينج وبيلعب باك وبيلعب خط وسط. يعني الراجل ده متكامل.
وطبعا مع علاء الكولر هيكون نسخة مصغرة من علي معلول. انا شايف كده. دي الكواليس اللي حاصلة دلوقتي جوه النادي الاهلي. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.